عبدة، بلد الألف ولي وصالح أو بلد الألف سيد. وقبائل عبدة من أهم اتحاديات القبائل المتواجدة في المغرب، اللي عرفت أحداث تاريخية قوية وتعرفت بخدمة الدولة ومساندة السلاطين المغاربة، خاصة في العهد السعدي والعلوي. نظرا لقوة هذه القبائل اللي تمكنت من مواجهة الاحتلال البرتغالي، تتمكنت تغلب عليه في العهد السعدي وتحرر مدينة أسافي منه. يقول القاضي ابن الخطيب المعروف بن قنفذ عنها أن أرضها تنبت الصلحاء كما تنبت العشب. أعطت العديد من الأسماء المعروفة إلى اليوم، منهم فقهاء وأولياء صالحين ومجاهدين وقياد عرفوا بفرض الأمن والاستقرار بين القبائل ومساعدة سلطة المخزن في تسيير شؤون البلاد. فشكون هي قبائل عبدة؟ وشنو هي الأسماء ديالها؟ وشنو هي أصول قبائل عبدة؟ وكيفاش استقرت في المغرب؟ وعلاش تسمات المنطقة والقبائل بهذا الاسم عبدة؟ فخليكم معايا في محاولة للإجابة على هذه الأسئلة كلها والكشف عن معلومات وحقائق يمكن لأول مرة تسمعوها عن منطقة عبدة وقبائل عبدة. أهلا وسهلا متتبعين الأعزاء في قناتكم قبائل المغرب. سعيد جدا بلقائكم. نكمل الحديث عن قبائل المغرب، وهذه المرة مع قبائل عبدة. فكيف ما سمعتوا في بداية الفيديو، عندنا مجموعة من الأسئلة عن قبائل عبدة غادي نحاولوا الإجابة عليها عبر تتبع المسار التاريخي لهذه القبائل وشنو جا في المصادر التاريخية عليها. كملوا معايا الفيديو حتى الآخر باش تسمعوا جميع المعلومات اللي يمكن لأول مرة تسمعوها. عبدة أو دكالة الحمراء، هذه المنطقة اللي كانت ضمن أراضي دكالة الكبرى، اللي كانت الحدود ديالها القديمة من نهر أم الربيع عند مدينة الزمور إلى نهر تانسيف جنوب أسافي. تقسمت إلى دكالة البيضاء وهي دكالة اللي كنعرفوا اليوم، ودكالة الحمراء وهي منطقة عبدة. هذا التقسيم اللي جاء بسبب التواجد البرتغالي في المنطقة دكالة وعبدة لأسباب عسكرية وإدارية، باش يسهل على البرتغاليين يتحكموا في دكالة وعبدة ويفرضوا السلطة ديالهم على القبائل وياخذوا الضرائب والجبايات منهم. وعبدة هي اتحاد مجموعة من القبائل اللي عندها أصول عربية من عرب المعقل، اللي استقرت وسكنت في الأراضي المجاورة لمدينة أسافي خلال نهاية العهد الماريني، واللي احتفظت باسم عبدة العربي، اللي كتنقسم إلى 3 عمائر، وهي البحاترة والعامر والربيعة. غادي نتكلموا على كل واحدة منهم أكثر من بعد ما نتعرفوا على أصول قبائل عبدة وكيفاش استقرت في المنطقة. وأما بالنسبة لأصول قبائل عبدة فكاين اختلاف ما بين النسابة والمؤرخين، بأن قبائل عبدة من عرب المعقل اللي دخلت المغرب في الهجرة العربية الكبيرة في عهد السلطان الموحدي يعقوب المنصور. كيف ما جاء عند المؤرخ ابن خلدون وهو يقول في كتابه المعروف: وافترقت جيوشهم بالمغرب إلى الخلط وسفيان وبني جابر، واتصلت الرياسة على سفيان من بني جرمون، وكان سفيان هؤلاء حي الحلولا بأطراف التامسنة مما يلي أسفي. هذا الشيء كيفسر لنا أن قبائل عبدة كتنتسب إلى عرب المعقل، كيف ما هي قبائل حمر والرحامنة والصراغنة والوداية وبني حسن. لكن بالنسبة لقبائل عبدة كترتبط مع عرب المعقل في الأصل عند ذوي عبيد الله، أحد فروع عرب المعقل اللي استقرت في المغرب. لكن اللي كيميز عبدة على باقي القبائل الأخرى المجاورة لها كحمر والرحامنة هو انتمائها إلى ذوي عبيد الله. وحتى اسم عبدة فهو مشتق من اسم ذوي عبيد الله، وكيشوفوا بعض المؤرخين بأن قبائل عبدة جات من الجنوب الصحراوي المغربي، استقرت في الأراضي المجاورة لأسافي، انتشرت فيه وغلب الاسم ديالها على المنطقة. وأيضا أن انتشار قبائل عبدة عرف تطور كبير خلال أواخر العهد الماريني في المغرب. وعندنا فريق آخر من المؤرخين ينسب عبدة بأنها كتنحدر من القبيلة العربية العدنانية عبد القيس، لأكدها الفقيه محمد بن إدريس العبدي البحراوي وهو كيشرح كتاب شذور الذهب لابن هشام على أن عبدة من قبيلة عبد القيس. وكيف ما أشرت في بداية الفيديو أن استقرار القبائل العربية في منطقة عبدة جاء بدعم من الموحدين مع السلطان عبد المؤمن الموحدي في الأول، ومن بعد
مع السلطان يعقوب المنصور اللي سكنها في أحواز أسفي حتى يتمكن من فرض السلطة ديالو على المنطقة بسبب الحروب اللي كانت بينه وبين بعض القبائل المصمودية اللي كانت معارضة ليه في دكالة وعبدة. هذا الشيء غادي يأثر في المنطقة، مما غادي يسمح للقبائل العربية في عبدة شكل حزام أمني كيعتمدوا عليه الموحدين في الدفاع عن العاصمة ديالهم مراكش، تقدم الولاء للدولة الموحدية وفي الدفاع عليها. أما بالنسبة لمعنى وأصل اسم عبدة فهو اسم عربي الأصل وقديم، كان معروف عند العرب قبل الإسلام، كانوا كيسموه للولاد وللبنات، وكاين أسماء مشابهة ليه مثل عبيد وعبيدة وعباد. أما المعنى هذا الاسم في اللغة العربية وكيف ما جاء عند ابن منظور في لسان العرب، فعبدة بمعنى الناقة السمينة أو القوة أو الأنافة، يعني الاعتزاز بالنفس أو الرصانة. وكاين قبائل عندها نفس الاسم في بعض الدول العربية، منها قبيلة عبدة الشمر اللي كاينة في منطقة الحائل بالسعودية، وقبائل عندها نفس الاسم في العراق والشام وفلسطين وفي اليمن، وحتى قبائل في الصحراء المغربية في الساقية الحمراء سميتها عبدة. أما بالنسبة لقبائل عبدة فكتكون من 3 عمائر، وهي البحاترة والعامر والربيعة. ونبداو مع البحاترة، وهي كتعتبر أكبر وحدة فيهم. قسمها مؤرخ عبدة وأسفي الفقيه الكانوني إلى 6 بطون، وهي غياث، ولاد سلمان، درابلة، وتمرة، ولاد زيد، وأشجع. وكتمتد البحاترة على طول الشريط الساحلي لمنطقة عبدة من حدود دكالة حتى الشياضمة. وأصل اسم البحاترة هو اسم عربي خالص نسبة إلى أبي القبيلة البحتري اللي استقروا في منطقة عبدة في العهد الموحد. وعندنا أيضا قبيلة آل العامر، واحدة من قبائل عبدة، وكتنقسم العامر إلى 3 بطون، وهي الجرامنة وآل حسين والمويسات. والعامر قبيلة عندها أصول عربية استقرت في منطقة عبدة في وقت هجرة القبائل العربية في عهد الدولة الموحدية. وكانت قبيلة العامر منها القياد لمنطقة عبدة، خاصة من أسرة الجرامنة أو ولاد جرمون، كان عندهم دور كبير في القيادة للمنطقة منذ العهد الماريني، وكان كيختار منهم المخزن القياد لعبدة. ومن أشهر وأقوى واحد فيهم القيد عبد الرحمن بن ناصر العبدي في عهد الدولة العلوية مع فترة حكم السلطان سيدي محمد بن عبد الله والمولى سليمان. أما بالنسبة لقبيلة الربيعة، أصغر قبيلة في عبدة من ناحية المساحة، لكن أغنى وحدة فيهم وأهم وحدة من ناحية الإنتاج الفلاحي، وهي قبيلة عندها أصول عربية. وكتنقسم الربيعة إلى 4 البطون، وهي سحيم والبخاتي والشهالي والإضالعة. والربيعة كانت من أهم قبائل عبدة عند المخزن، لأنها كانت كتوفر على أراضي خصبة ومعروفة بوفرة الغلة ديال الحبوب من القمح والشعير، وكانت كتساهم بشكل كبير في إمداد الدولة والمخزن بمحصول فلاحي مهم كل عام. وعرفت منطقة عبدة رواج فلاحي وتجاري مهم بزاف، خاصة مع التجار الأوروبيين في القرن 15 و 16 بسبب ميناء أسفي اللي تعرف كواحد من أكثر الموانئ المغربية عنده علاقة بالتجارة الخارجية في هذه الفترة، وبالخصوص مع السفن البرتغالية اللي كانت كتجي لأسفي ومنها كتمشي للبرازيل وإفريقيا. وكتوقف في أسفي باش كتاخد منتوجات منطقة عبدة من الصوف والحبوب والعسل وزيت الزيتون والخيل، مما غادي يقوي الرواج التجاري والفلاحي لعبدة، ويبداو السكان ديالها يرفعوا من كمية الإنتاج والمردودية، غادي تخليهم يربحوا مزيان ويبدا يظهر عليهم مظاهر الغنى والرخاء في المعيشة ديالهم. ومع مرور الوقت كان هذا السبب في أن البرتغال طمع في احتلال أسفي ومنطقة عبدة للاستغلال الفلاحي والتجاري لصالح البرتغال. ودائما كانت قبائل عبدة كتساند للسلاطين وكتدعمهم، مما خلاها من القبائل المخزنية. ومنهم المولى إسماعيل اللي لقى مساندة من قبائل عبدة ضد تمرد بن محرز اللي خرج عن طاعة المولى إسماعيل، وتصدات ليه قبائل عبدة من يحاول ابن محرز يدخل الأسفي. وأيضا كانت في منطقة عبدة مدرسة عسكرية كتعلم فنون الفروسية والحرب والرماية، وكان المولى إسماعيل
يرسل لها الجنود ليتعلموا الرماية وركوب الخيل فيها. وعين المولى إسماعيل ابن مدينة أسفي السفير محمد بن حدو سفير عند الملك شارل الثاني ملك إنجلترا، واحد من أهم سفراء المولى إسماعيل في أوروبا. في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله عرفت عبدة فترة مهمة في التاريخ ديالها من بعد ما ساندت السلطان ضد معارضين ليه في بداية توليه الحكم في المغرب. فتوجه السلطان محمد بن عبد الله العلوي إلى قبائل عبدة استقبلوه بكل ترحاب ومشاو معاه في موكب سلطاني مهيب حتى دخل مدينة أسفي واستقبلوه السكان ديالها واستقر في دار السلطان في المدينة. قدموا ليه تجار أسفي من المسلمين والنصارى واليهود الهدايا، ويتخذ السلطان سيدي محمد بن عبد الله من أسفي مقر للحكم ديالو وعطاها أهمية خاصة وبدا كيستقبل فيها سفراء الدول الأوروبية. وبدات المناطق المجاورة لعبدة كتدخل في طاعة السلطان منها الشياضمة وحاحة. غادي تشكل مع قبائل عبدة أول جيش كيعتمد عليه السلطان محمد بن عبد الله بالسيطرة على باقي المناطق كالحوز اللي كانت في خلاف مع السلطان. ويتوجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله مع الجيش الجديد من عبدة في اتجاه مراكش باش تدخل تحت الحكم ديالو من بعد الفوضى اللي كانت فيها مع الحوز. والآن انتقلوا إلى أهم مرحلة تاريخية عرفتها منطقة عبدة بسبب قوة الأحداث اللي وقعت فيها مع واحد من أكبر وأهم القياد اللي عرفهم المغرب، قيد عيسى بن عمر. هذا القيد اللي مازال إلى اليوم السيرة ديالو كتجذب الناس وكتعرف جدال كبير. هذا القيد اللي تعرض إلى ظلم كبير وما تنصفش تاريخيا وتم تشويه السمعة ديالو وتعطات عليه صورة أنه ذلك القائد المستبد والعنيف واللي كيقتل وكياخذ أموال الناس بدون حق من خلال الأقوال والحكايات اللي كتنعدم فيها الوثائق الرسمية، وإنما هي مجرد روايات شفوية متوارثة بين الناس وانتشرت لدرجة أنه فيها الكثير من المبالغة، بالإضافة إلى أغنية شعبية مهينة اللي انتشرت مؤخرا بكثرة وأصبحت كرمز يشير إلى منطقة عبدة على الرغم أنها لا تليق بتاريخ المنطقة اللي هو أكبر من أن ينحصر في نوع من الغناء الشعبي والشعر الشفوي، بالإضافة إلى عمل سينمائي كان رديء ودون المستوى من الناحية الفنية والتمثيل والمسار التاريخي للقصة والإخراج. أساء في حق هذا القائد المميز ولفترة من تاريخ عبدة والمغرب. وفي سنة 1879 تولى القيد عيسى بن عمر القيادة من بعد وفاة الأخ ديالو محمد بن عمر بظهير من السلطان الحسن الأول على قبيلة البحاترة في الأول. من بعد غادي يتعين قيد على منطقة عبدة في عهد السلطان المولى عبد العزيز خلال وصاية الصدر الأعظم أحمد بن موسى المعروف بأحمد. كان القيد عيسى بن عمر كيشتغل خليفة لخوه القيد محمد بن عمر وهو اللي تولى الإشراف على التربية والتعليم ديالو، وكان كيكلفو خوه بمهام متعددة وهو شاب صغير يتجاوز 21 سنة، منها مواجهة بعض المتمردين في منطقة حمر اللي خرجت على القيد ديالها، وكان كيقدموا خوه على فرسان قبيلة البحاترة كيمشيو للخدمة السلطانية بقصبة المنشية في مراكش. هذا الشيء كان بمثابة المدرسة الحقيقية اللي تعلم خلالها القيد عيسى بن عمر الكثير من الأصول والتقاليد المخزنية وتكون عنده تجربة كبيرة على مزاولة المهام الصعبة والقيادة من بعد خوه القيد محمد بن عمر، ويكون مقبول للترشح للقيادة من طرف المولى الحسن الأول، خاصة في عهد السلطان الحسن الأول المعروف بالقوة والصرامة مع القياد. والواقع أن القيد عيسى بن عمر ما خداش منصب القيادة من خلال يشريها أو تفرض على القبيلة ديالو، إنما كانت مكانة الأسرة ديالو المعروفة بالقيادة والتجربة اللي اكتسبها مع أخوه لمدة 15 سنة وهو كيشتغل خليفة ليه هي الحافز باش يتعين قيد. القيد عيسى بن عمر العبدي واحد من أقوى وأهم القياد الكبار في المغرب من خلال الكفاءة اللي بينها في المساهمة في الحركات المخزنية اللي كان كيزودها بأقوى الجنود والفرسان وأجود أنواع الخيل. ونظرا لقوة هذا القيد والمكانة اللي اكتسبها عند المولى عبد العزيز خاصة من بعد أحداث اللي عرفها المغرب بعد وفاة السلطان الحسن الأول واللي خرجت مجموعة من القبائل من سلطة المخزن المركزي غادي تدخل منطقة زكالة وحمر والشياضمة في نفوذ قيادة عيسى بن عمر. وفي عهد المولى عبد الحفيظ سنة 1907
لتعيين القايد عيسى بن عمر كوزير للبحرية حسب التسمية المخزنية القديمة، وهي وزارة الخارجية حاليا. ومن المعروف أن القايد كان كيعطي أهمية للعلماء والفقهاء وكيجلس معاهم في القصبة ديالو، ومنهم الشيخ العلامة أبو شعيب الدكالي وغيره من الفقهاء يتناقشوا في أمور الدين والحكم والسياسة. وكان كيعتمد القايد على الفقهاء في إصدار الأحكام القضائية بما كتنص عليه الشريعة وبما يلائم الأعراف بين الناس. شهرة هذا القايد اللي جات بسبب الحرب القوية اللي كانت بينه وبين قبيلة ولاد زيد المتمردة على السلطة في الفترة المعروفة في تاريخ المغرب بفترة السيبة من بعد وفاة السلطان الحسن الأول، والأحداث اللي تعرضوا ليها القياد من طرف المتمردين اللي هجموا على ديورهم واعتدوا على أولادهم وعائلاتهم وخذوا لهم الأموال ديالهم والكسيبة والخيل في ظروف غير إنسانية وغير أخلاقية، كيف ما وقع مع قيد دكالة وقيد قبيلة الربيعة في منطقة عبدة وقيد منطقة الحوز، وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار الأمن الداخلي في عدة مناطق بالمغرب. فاتخذ القايد عيسى بن عمر إجراء أمني، وهو يدخل قبائل من الحمر ودكالة ويدعمها بالسلاح والخيل باش تحميه وتحمي المنطقة. هذا الإجراء اللي كان السبب في توتر علاقة بين القايد عيسى بن عمر وولاد زيد اللي ما تقبلوش هذه القضية، وغادي تتوتر العلاقة أكثر من يطلب منهم القايد يقدموا السلاح والخيل ديالهم للاحتياط والحذر باش ما تهجمش عليه قبيلة ولاد زيد. وماشي كيف ما هو متداول ومعروف أن سبب الخلاف والحرب بين القايد وولاد زيد أنه فرض عليهم يعطوه ضرائب كثيرة وهم قبيلة فقيرة وظروفهم كانت صعيبة بسبب الجفاف. هادشي ماشي صحيح. قبيلة ولاد زيد كانت قوية وغنية من ناحية الموقع ديالها الممتد على طول الساحل البحري شمال عبدة، وامتلاكها لميناء مهم هو كاب كانتون، وعندها ثروات فلاحية مهمة في المنطقة. هاد العوامل خلاتها تواجه القايد عيسى بن عمر وتعلن التمرد ديالها عليه. فاجتمعت القبيلة في حصن كاسين اللي كانوا بنوه البرتغاليين من قبل، والتجأوا ليه وكتبوا إلى السلطان المولى عبد العزيز بواسطة عامل مدينة أسفي الباشا حمزة بن هيمة ينحي القايد عيسى بن عمر من القيادة ويعين قيد آخر. فرسل ليهم القيد للصلح والتفاهم بطريقة ودية، لكن القبيلة ما وافقتش، فدخل القيد معاهم في حرب قوية ويتمكن يغلبهم فيها ويهدم حصن كاسين. فهربوا ولاد زيد إلى مدينة أسفي باش يحتميوا فيها، وطلبوا من العامل الباشا حمزة بن هيمة يساندهم بالسلاح والقرطاس. بالطبع ما قبلش العامل بهذا الشيء، واستمرت المواجهة بين القايد وولاد زيد في معارك، منها واقعة فليفل اللي مات فيها 140 من ولاد زيد، ووقعة المقادم اللي ماتوا فيها بزاف من الجنود ديال القايد عيسى بن عمر. وعرفت أسفي والضواحي ديالها هاد الحرب والمعارك بين ولاد زيد والقايد عيسى بن عمر، مما سبب فوضى وإخلال بأمن المدينة والسكان ديالها. فبداو الأسفيين كيتاخدوا الحذر والاستعداد للدفاع عن مدينتهم بإشراف العامل حمزة بن هيمة اللي عطى الأمر بحراسة أبواب وأبراج أسفي. فحاول العامل وناس أسفي وسكان منطقة حمر دخلوا للصلح بين ولاد زيد والقايد، لكن ولاد زيد ما قبلوش، فطلبوا منهم سكان أسفي يبعدوا من ناحية المدينة بسبب أن ولاد زيد كانوا كيتعداو على السكان وكياخدوا ليهم الأموال والممتلكات ديالهم. من بعد غادي استقروا ولاد زيد في منطقة الدريدرات قرب أسفي، فهجم عليهم القايد عيسى بن عمر ووقعت معركة قوية تمكن فيها القايد يغلب فيها ولاد زيد، ويوصل الأمر من المولى عبد العزيز باش يتم الصلح بين ولاد زيد والقايد بإشراف العامل حمزة بن هيمة وأعيان عبدة وحمر. واستدعوا رؤساء ولاد زيد وحضروا عند ريبات الشيخ أبي محمد صالح في أسفي، فتم الصلح بين القايد والقبيلة. لكن من بعد شهر رجعوا ولاد زيد للتمرد من جديد، ورجعت الحرب ويدخلوا ولاد زيد الأسفي ويبداو في أعمال التخريب والنهب، وكيهجموا على الناس وكياخذوا لهم الممتلكات ديالهم ويعاودوا فيها البيع عند رباط أسفي بأقل ثمن، ويفرضوا على السكان يعاونوهم ولو بالقوة. فتسدت الطرق نحو المدينة وانتشرت الفوضى، ويحاصروا أسفي ويمنعوا عليها السلعة تدخل ليها، ويزيدوا في العدوان ديالهم في المدينة لدرجة أي واحد كيشكوا فيه مع القيد أو من البادية يلقيو عليه القبض ويعدموه
الا شي واحد قدر يفدي نفسه بالفلوس كيطلقوه، حتى كيوصل الامر من المولى عبد العزيز لعامل اسفي باش يتوقف هذا التخريب ويحمي المدينه. فبدا العامل حمزه بن هيمه يفرق على اهل اسفي السلاح لحوالي 500 مكحله من نوع ساسبو. وصل القايد عيسى بن عمر مع الجيش خارج اسفي، فبداو الناس كيهجموا داخل المدينه على المتمردين، والقايد حتى هو كيساندهم من خارج المدينه، وكيتفاجئوا المتمردين بالقرطاس من كل جهه والضرب بالمدافع اللي كينزل عليهم. وقعت معركه قويه استمرت لقرابه 3 ساعات، واللي تغلبت فيها قبيله ولاد زيد اللي التجأوا الى رباط الشيخ ابي محمد صالح باش يحتموا فيه. من بعد هاد الاحداث كلها غادي يتدخل عامل اسفي بامر من المولى عبد العزيز، يدعي القايد ولاد زيد يوقفوا الحرب ويدخلوا في الاحتكام والمفاوضه والصلح. اتفقوا على ان يتجمعوا في واحد الهري ديال واحد التاجر اسباني كان سميتو خورخي قريب لرباط الشيخ ابي محمد صالح في اسفي. لكن العامل كانت عنده تعليمات يلقي القبض على رؤساء وزعماء القبيله، فخرج مع اعيان عبده واسفي والعسكر ومعه حوالي 12 قيد باش يعتقلوا زعماء ولاد زيد. فجا ولاد زيد ووصل القيد عيسى بن عمر ومعه 2 من قياد من دكاله. القيد عيسى بن عمر كان عنده اصرار باش ينهي هاد الحرب نهائيا من خلال انه يقتل كل زعماء ولاد زيد. وبينما هم مجتمعين تقدم عنده واحد من زعماء القبيله يسلم على القيد اللي خدا السيف ديالو وضربوا به على الراس، وبداو حتى اللي كانوا مع القيد كل واحد فيهم كيضرب واحد من ولاد زيد ويقتلوه. ووقعت فوضى وهرج كبير بين الناس من سمعوا بهذه الحادثه، لانهم ما كانوش متوقعين هذا الشيء ويعتقدوا ان القيد غادي يقتل جميع الناس اللي حاضرين. وقع واحد الخوف وهلاء كبير بين الناس وبداو كيجريو اتجاه باب المدينه. وقع ازدحام كبير في الباب من كثره الخوف لدرجه ان الناس تراكمت على بعضياتها وماتوا بسبب الزحام بزاف الناس. تعرفت هذه الحادثه في الذاكره الشعبيه في عام الرفسه، واستمرت الفوضى بين سكان اسفي وبداو كيضربوا اي واحد من ولاد زيد وكيرميهم فوق اسوار المدينه، والقيد حتى هو كيساندهم من خارج المدينه. هذه الحادثه وقعت في اكتوبر سنه 1895. هربوا ولاد زيد لاماكن متفرقه في البلاد، لكن القيد تبعهم واعتقل عدد كبير منهم حوالي 800 واحد، فرقهم كلهم على سجون اسفي ومراكش والصويره والرباط. وكتنتهي هذه الحرب والمعاناه ديالها اللي عرفت خسائر بشريه وماليه كبيره. استمر القيد عيسى بن عمر في القياده حتى دخول الاستعمار الفرنسي للمغرب سنه 1912. علاقه القيد بالمستعمر الفرنسي كانت متسوطره وماشي مزيانه وفيها الحذر، خاصه ان القيد ما كانش عنده ثقه في الفرنسيين، وحتى ان الفرنسيين كانوا دائما كيحاولوا انهم ما يدخلوش في شي مواجهه عسكريه مباشره لاحتياط من قوه ونفوذ القيد اللي كان في استطاعته انه يكلفهم خسائر كبيره، وانما اعتمدوا على السياسه والدبلوماسيه معه بتعليمات من المقيم العام الجنرال ليوتي. من بعد ما تمكنت فرنسا تفرض الهيمنه ديالها على المغرب، فرضت نظام سلطه جديد ودخلت منطقه عبده تحت قياده اقليميه مع المقدم الفرنسي بيلتي. بسبب هذا القرار ما بقاش القيد عيسى بن عمر عنده سلطه قياديه على المعايير المخزنيه القديمه، وانما كوسيط بين سلطه الحمايه وسلطه المخزن، مما تسبب في تمرد القيد على الفرنسيين ويرفض انه يكون مجرد اداه لتنفيذ المهام تحت سلطه المراقب المدني الفرنسي او ضابط الشؤون الاهليه من الحمايه الفرنسيه، او يدخل في سلطة القائد الفرنسي لمنطقة عبدة ودكالة. فكتقرر السلطات الفرنسية نحي القيد عيسى بن عمر من أي مهمة أو سلطة رسمية بطريقة غير مباشرة لتخوفها من أنها تدخل في مواجهة عسكرية معه أو تخسر حتى القياد الآخرين وتدخل معهم في مشاكل أمنية وسياسية. فكيتاخذوا الفرنسيين مجموعة من القرارات، ومنها الرجوع إلى القيادات الصغيرة وتنقص من مناطق نفوذ القياد الكبار ومنهم عيسى بن عمر، ويقسموا منطقة عبدة إلى 5 قيادات صغيرة. بقات قيادة عيسى بن عمر شكلية فقط في منطقة التمرة، وتكلف ولده محمد بقيادة قبيلة العامر، وتكلف القيد الزرهوني بقبيلة البحاترة. من بعد هذا الإجراء
يتنازل القايد عيسى بن عمر عن منصب القيادة في يوليوز سنة 1914، وكيعلن الرفض أن يكون تابع للسلطات الفرنسية ويرجع كمواطن عادي. هذا الموقف القوي من القايد عيسى بن عمر خلى السلطات الفرنسية كتخوف منه وتاخذ الحيطة والحذر، واتهموا بتحويل القصبة ديالو إلى مقر للمؤامرات على سلطات الاستعمار الفرنسي، خاصة بسبب الأوضاع المتأزمة في العالم بسبب الحرب العالمية الأولى. ويتم قرار بنفي القايد عيسى بن عمر من منطقة عبدة إلى سلا، ويتوضع تحت الإقامة الجبرية، وتتم مصادرة أملاك القايد بطريقة غير رسمية من طرف المستعمر الفرنسي، مما كان السبب في معاناة القايد في المنفى ديالو لعدم توفر احتياجاته أو باش يصرف على نفسه وعلى أولاده اللي كانوا معاه في سلا. وفي هذه الظروف القاسية يتوفى القايد عيسى بن عمر يوم الأحد 6 من شتنبر سنة 1924 عن سن يناهز 82 سنة، ويدفن في ضريح الولي الصالح سيدي أحمد الطالب بمدينة سلا. من بعد أيام ينقلوه ولاده إلى منطقة عبدة ويدفن في القصبة ديالو قرب مدينة أسفي. وصلنا إلى نهاية الفيديو. كانت هذه خلاصة عن قبائل عبدة وتاريخ منطقة عبدة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتخليوا التعليقات ديالكم. شكرا على المشاهدة. نلتقي مع قبائل أخرى مغربية. كنتم مع قناة قبائل المغرب. دمتم بخير.